السلام عليكم حبايبي حبايب ملعوبة بودكاست، اهلا بيكم معايا تاني الاسبوع الثالث من البريمير ليج. يلا نشوف ايه الماتشات المهمة اللي معانا، والدوري الانجليزي بادئ سخن مولع وكل الفرق بتضرب في بعض. يلا نشوف القمة المنتظرة اللي هنتفرج عليها في الجولة دي. ليفربول ضد جانرز ارسنال. يلا بينا نشوف الماتشات. يلا بينا. الماتش الاولاني اللي معانا البلوز تشيلسي هيقابل فولهام اللي عمل مباراه روعه قدام اموريم مانشستر يونايتد اللي عنده مشاكل في الاطراف زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. ماركو سيلفا قدر ببساطه وبراعه انه يستفاد من المشاكل دي اللي موجوده في دفاعات اليونايتد، لكن الكلام ده مش هلاقيه قدام البلوز تشيلسي. البلوز تشيلسي عندهم طريقه متوازنه، بيلعبوا باثنين ارتكاز ثابتين معظم الاوقات، خاصه بعد اصابه لافيا بقى في انزو فرنانديز موجود طول الوقت جنب كايسيدو. ورا صحيح في اصابه مهمه ومؤثره جدا كولويل. في بره توسن ادراب يويو اللي ممكن هيكون هو البديل. اعمار تشيلسي نزل بيها خالص انسو ماريسكا، وعامه في فرق كبير جدا في اداء تشيلسي. وشفنا الماتش اللي فات هو انقض على المطارق بعد ما قدر ان هو يخلص في الشوط الاول على المطارق، رغم ان هما تقدموا بهدف رائع للوكاس باكيتا، لكن قدر ان هو ينقض عليهم وينهي الشوط الاول تقريبا ب 3-1، خاصه بعد اصابه بالمر. ومنتظر ان بالمر هيلعب المباراه دي ان شاء الله قدام فولهام. الاصابه كانت خفيفه وان شاء الله هيكون موجود في المباراه دي. لحد الان في استيفاو اللي انا كنت اتكلمت عنه ربنا وفاني نزل مكان بالمر وعمل اداء ممتاز، وممكن يكون موجود تاني لو بالمر مش جاهز. اطراف تشيلسي معروفه جدا طبعا، الظاهرين كوكوريا الاسباني وريس جيمس. تشالوبا هيكون قدام سانشيز. وفي خط الهجوم زي ما اتفقنا بيدرو نيتو مفيش خلاف ان هو المفروض يكون موجود، وجواو بيدرو المره اللي فاتت هو لما اتصاب بالمر وعمل لاعب ديلاب في نفس الوقت مع جواو بيدرو، هي الخطه دي ادت بثمارها لان ده ادى حريه اكتر لجواو بيدرو اللي كان معظم الوقت ممسوك، وقدر ان هو يتالق في المباراه ديت. وبالمناسبه هو كان عندي في الفريق في الفانتسي وجاب لي نقط كويسه. يلا بينا نشوف الناحيه الثانيه ماركو سيلفا. بالنسبه لنقاط الضعف في ماركو سيلفا احنا اتكلمنا عنها قبل ماتش اليونايتد، ان هو ممكن التسديد من خارج المنطقه، التسديد البعيد هيكون فارق مع لينو، والاثنين قلبين الدفاع اللي قدامه بيحصل مشاكل. لكن لما بتكون انت عندهم وفي منطقتهم وبتحاول انك انت تستحوذ والكره تكون بطيئه، بيكون صعب جدا انك تفوز على الاثنين بيسي واندرسون ورا. ولينو بيقدر ان هو يكشف المنطقه دي كويس، وبيقدر ان هو يعمل تصديات كويسه. تيتي وكاستانيا اللي المفروض هيكون يعني هو الاساسي، خاصه بعد اصابه روبنسون، واصابه مؤثره جدا ولعيب مهم جدا بالنسبه لماركو سيلفا في الدفاعات، وبيكمل كمان قدام. يعني ممكن تقدر تقول ان هو بيعمل نفس دور دورجو في مانشستر يونايتد. اويبي اللاعب المهم او الكي بيرسون اللي بيقدر ان هو يحرك المهاجمين. وجود مينوش ممكن يكون هو الاساسي، او خيمينيز، خاصه بعد خيمينيز لما نزل الماتش اللي فات الدنيا اتغيرت خالص. انا مش متاكد لكن اعتقد مينوش بيدي القوه والصلابه، وفي نفس الوقت طريقه انك تحط كارت بره تحتاجه في اي وقت زي خيمينيز تقدر تلعب بيه. يعني فكره كويسه من ماركو سيلفا. الناحيه الثانيه راين سيسونون، تالق سميث رو ممكن نشوفه كمان في الماتش ده ياخد دقائق اكتر من اللي خدها قدام اليونايتد. هيكون في كوره كويسه، ديربي لندني. يلا بينا نروح للماتش اللي بعده. يلا بينا. والماتش اللي بعده توتنهام على ارضه بعد الفوز الجميل اللي عمله مع توماس فرانك على مانشستر، يكون قدامه فرصه كويسه ان هو يكسب المباراه دي كمان ويعمل ماتش كويس. لكن المشكله ان هو هيلاعب ايراولا اللي يعني المدرب صحيح اللي فقد كتير من فريقه وباع كيركس، لكن قدر ان هو يخلي الفريق شكله كويس واقف على رجله. وخسر من ليفربول بصعوبه وفي الدقائق الاخيره رغم انه كان بيلعب في الانفيلد. هيكون في سميث ودياكيتي وسينسي في خط الدفاع، قدام ايفانيلسون، ووراه الاداء الممتاز من سيمينيو اللي يعني ادى مباراه روعه قدام ليفربول. وفعلا الفريق واقف على رجله وبيلعب كره كويسه. المشكله اللي هتقابل ايراولا ان توماس فرانك بنفس طينه التفكير بتاعه ايراولا، ان هو واقعي جدا بيقدر ان هو يلعب على امكانياته، والماتش ده على ارضه وهو جاي منتشي ومبسوط. المباراه دي طبعا مايله ناحيه الفراخ توتنهام، ممكن يعملوا نتيجه كويسه قدام بورنموث، وممكن يبقوا هم الاسهل في الفوز والحصول على 3 نقاط. في ريتشاردسون وبابسار وراه وجونسون اللي بيعمل الشكل الهجومي الكويس، وبنفس الوقت بيرجع في نص الملعب ويقدر ان هو يدافع. وعلشان كده ريتشاردسون وجونسون زي ما اتكلمنا قبل كده مع قدوس طبعا
بيكونوا هما الثلاثه دول الشكل الافضل بالنسبه لتوماس فرانك لما يكون بيلعب. لو حطينا نفس راس المثلث دوت وحطينا مكانهم سولانيكي الفيرود المباشر، الراجل التارجت، مش مناسب قوي لخطه توماس فرانك، وانا اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده. ميكي فان دي فين وروميرو وبيدرو بورو وسبينس، الاربعه دول شكلهم كويس جدا سوا. وحتى دانسو لو في اي مشكله هتلاقي دانسو بيخش باك اب نجم كبير. في نص الملعب في بنتنكور وبالينيا اداء روعه، وانا كنت اتكلمت عنه بشكل خاص قبل مباراه مانشستر سيتي، وبالفعل كان هو رجل المباراه، يعني كان نجم كبير جدا وقدر ان هو يقفل على كل المنافذ قدام البيب جوارديولا. عامه المباراه دي مايله ناحيه توتنهام. يلا نروح نشوف الماتش اللي بعده عشان ما نضيعش وقت، يلا بينا. ونروح للماتش اللي بعده المهم جدا بالنسبه لعشاق مانشستر يونايتد على ارضهم في مسرح الاحلام. اموريم يقدر ان هو يعمل نتيجه كويسه ويكون المباراه دي بالنسبه له عنق الزجاجه ويكسب بيرلي. الماتش اللي مهم جدا جدا خاصه بعد خسارته من البحاره ومفاجاه كبيره جدا جدا. الناس نفسها بتوع فرقه البحاره مش مصدقين نفسهم، ورغم كده قدروا ان هم كمان يتنمروا على مانشستر يونايتد وقال لك تعالى لعبونا كل اسبوع، يا ريت منكم انتوا زباين. طبعا كانت حوار كبير جدا واموريم كان متغاظ جدا وما قدرش ان هو يسيطر على اعصابه وقال كلام يعني عصبي جدا هاجم فيه لعيبته. هنشوف الماتش ده بالنسبه له مهم جدا. الكلام ده ما اظنش فات عليه يومين، فهيكون المباراه دي بالنسبه له ازاي عوده الثقه وازاي ان هو يقدر يعمل مباراه كويسه على ارضه قدام الجماهير اللي تعتبر غضبانه لكن ما زالت معظمها بتساند البرتغالي اموريم. ممكن في المباراه دي بالذات يبتدي بديالو على حساب دييجو دالو، ما يدورش خالص على الناحيه الدفاعيه والكلام ده يعني ما يبقاش فيه اي هزار. دورجو والناحيه الثانيه احمد ديالو وفي ماتيوس كونيا اللي بيقدم مستويات يعني كويسه خاصه مع بويمو الكاميروني اللي افضل لعيبه مانشستر يونايتد في المباراه السابقه. قدامهم شيشكو. لو احنا مش عايزين بقى نتكلم على التنوع والكلام ده، شيشكو لازم ياخد فرصته كامله ويبتدي يلعب كراس حربه ويعمل عمق هجومي كويس في خطوط دفاع بيرلي. في نص الملعب كازيميرو ومعاه برونو فرنانديز هتبقى مهمه جدا. الاثنين دول ادوارهم مهمه جدا جدا، اللي هما الاثنين اللي هيلعبوا اساسي على حساب اوجارتي وكوبي ماينو اللي كان عايز يمشي واموريم رافض يعني رفض تام. حتى ماينو قال انا اروح بس عشان العب لون، قال له لا مش هتروح في اي حته، انت معانا مش هنقدر ان احنا نفرط في اي حد من اللعيبه اللي احنا عايزينها. ورا لوك شو احتمال كبير خاصه بعد الاداء الثابت اللي بيقدمه يكون هو الاساسي، معاه دي ليخت ويورو. وفي ورا التركي طبعا التاي. شفنا كلنا ونانا اللي مش عايز يمشي من الفرقه لا على عرض اعاره ولا بيع ولا اي حاجه خالص، هو اللي ضيع الماتش اللي فات. هو احرز هدفين في نفسه خاصه في الجون الاول اللي خده يعني كانت سهله جدا، وفي ضربات الجزاء حتى حسينا ان هو ضعيف جدا. معرفش ايه اللي حصل لاونانا قبل ما يجي مانشستر يونايتد كان من حراس يعني من اللي بيتقال عليهم توب ليفل، وما اظنش ان هو هيحصل على فرصه كبيره الموسم الجديد اللي احنا فيه ده. بالنسبه لاموريم لازم ان هو يبتدي ضاغط من الدقيقه الاولى لحد الدقيقه الاخيره، ما يسيبش ولا دقيقه، ما يبتديش ان هو يبدل ويهدى وكده، لا ما ينفعش الكلام ده خالص. في الدوري الانجليزي يا اموريم انت بقالك فتره ما هيش قليله، لازم تكون اتعودت على الكلام ده، مفيش هزار حتى قدام فرق صغيره اللي زي بيرلي. مش هنطول كتير على حضراتكم ويلا بينا على الماتش اللي بعده ونطير بسرعه على الحد الممتاز. ان شاء الله الساعه 4 قبل لقاء القمه المنتظره كلنا بننتظرها ليفربول ارسنال هيلتقي برايتون مع مانشستر سيتي على ارض النوارس. في تخبط بعد ما حصل هجره كده من اللعيبه، وفي مازال تحس ان في يعني مشاكل عندهم. ادينجرا رحل وباليبا بيكلموه علشان يمشي ومش متاكدين اذا كان هيكمل ولا لا، وكمان كذا نجم تاني زي انسيسو اللي رحل عن صفوف الفريق. عامة مانشستر سيتي الميجا مايند قدامه فرصة كبيرة ان هو يفوز الماتش ده، لكن بدون اي فلسفة. الميجا مايند لو ما تفلسفش وابتدى يحط كل لعيب في مكانه وما حاولش ان هو يعمل المجاملات اللي بيعملها، خاصه برناردو سيلفا اللي انا بحس من زمان جدا وكنت اتكلمت من قبل الموسم اللي فات على المجامله اللي بتحصل لبرناردو سيلفا على حساب النجم المهاري الجزائري رياض محرز كان هو الاحق وكان هو الافضل في معظم الاوقات، وكان بينزل برناردو سيلفا مكان محرز. وده اللي بيحصل حاليا، بحس ان هو بياخد ادوار المفروض ان ما ياخدهاش. وانا اعتقد ان
ثنائيه تشيركي ودوكو مع مرموش هتكون افضل بكتير من اوسكار بوب وبرناردو سيلفا والاسماء الغريبه دي، خاصه ان احنا شفنا هالاند بيتالق كتير جدا لما يكون اللعيبه اللي تحته بتقدر تفهمه وتربط معاه لينك، خاصه زي مرموش هو وهالاند كانوا عاملين علاقه كويسه جدا وثنائي كويس جدا في الموسم اللي فات، وانا استغربت جدا ان هو يقعد بشكل يعني احتياطي على الدكه مرموش في معظم الاوقات. اتمنى ان المباراه دي ياخد فرصته، واتمنى كمان ما اشوفش تعديلات كتيره في التشكيله. هنشوف عامه هو الماتش ده ناوي لاعب مين، هل دوكو على ناحيه الشمال وهالاند وبرناردو سيلفا واوسكار بوب ده اللي كان عمله قبل كده، هل هيبتدي برضه بنفس الشكل ده ولا هيبتدي يعقل ويعني يبطل عند شويه ويحط اللعيبه الكبيره اللي فعلا تعمل فارق. المباراه دي يعني تعتبر اسهل شويه من مباراه توتنهام، لكن ما زالت صعبه خاصه على ارض النوارس. في نص الملعب ممكن نشوف رودري بقى المره دي على حساب نيكو كونزاليس، بحيث ان هو برضه يدي فرصه للاسباني ان هو يرجع في المباريات ورا روبن دياش. وما زال موضوع ستونز اللي انا مستغربه ده، هل هيفضل يكمل بستونز وخوسانوف خلاص مات كده ولا ايه؟ انا مش عارف ايه اللي حصل له. لكن عامه ريكو لويس مفيش بديل تقريبا كباك رايت، ومن الناحيه الثانيه اكي الخبره اللي هيحل محل رايان اللي نتمنى له الشفاء العاجل، الجزائري يعني نجم كبير وكنا بنتمنى نشوف منه كتير جدا قادم من الولفز، لعيب كبير قوي قوي وكان عاجبني كل تحركاته. اتمنى له ان شاء الله ان هو يعود سريعا، ويلا بينا نشوف الماتش اللي بعده. يلا بينا. واخيرا اخر مباراه معانا والمهمه جدا، وهي قمه الجوله ليفربول ضد الجانرز ارسنال. هنشوف الماتش ده بالنسبه للريدز مهم جدا جدا، وبالنسبه لارسنال نفس الكلام، لقاء قمه مهم جدا الناس كلها بتنتظره. هنشوف مين هيقدر يفرض كلمته على مين. الماتش ده بالنسبه لارن سلوت مهم جدا ان هو يبطل الحاجات اللي كانت عنده مشاكل ظاهره جدا من اول الموسم، خاصه ناحيه الشمال ناحيه كيركس المباراه اللي فاتت مع نيوكاسل هو احرز الهدف في ليفربول، ده من وجهه نظري. الكرة كانت عرضية سهلة جدا، هو ما عرفش عمل ايه وادى ظهره لبرونو جيمارايش، وجيمارايش فضل يعافر في الكرة وحطها يعني بمنتهى السهولة. ما عرفش كيركس كان بيعمل ايه الصراحة، تغطية عكسية سيئة، ما بيلعبش بدماغه. فبالنسبة لخطة 4-3-3 بيسيب مساحات كتيرة جدا وبيكون نقطة ضعف واضحة جدا جدا. يعني احنا شفنا المرة اللي فاتت مفاجأة من ارن سلوت الصراحة، ومحدش توقعها ان هو يلاعب سوبوسلاي مكان النجم الجديد اللي ملحقناش نفرح بيه فريمبونج والصاب. هنشوف ناحيه اليمين يعني كان في مشاكل طبعا، لكن كان شكلها افضل، دي مفاجاه كبيره بالنسبه للكل، شكلها كان افضل بكتير من ناحيه كيركس، وناحيه اليمين كانت ماسكه نفسها شويه في وجود سوبوسلاي. لكن هو خسره بالنسبه لنص الملعب، لكن المكان اللي لعب فيه سوبوسلاي ده ممكن يحل بعض المشاكل التكتيكيه بدون قصد. يعني الفراغات اللي كانت بتحصل دي يقدر بعد كده ان هو كيركس يسيب المساحات دي ويضم سوبوسلاي على نص الملعب ويعمل كثافه مع الاثنين اللي في نص الملعب، رايان خرابنبرغ واذا كان ماكاليستر او جونز زي ما شفنا المره اللي فاتت، ويعملوا ثلاثي قدام ثلاثي الدفاع لو كيركس اعتبرناه مش موجود، كوناتي وفان دايك. لكن عامه كوناتي وفان دايك برضو لسه في بينهم مشاكل، يعني ما زال انا بشوف كوناتي ما اداش المستوى الكويس الجيد خاصه في بدايه الموسم ده. تفكيره الظاهر مش مركز، في كلام كتير هيرحل اخر الموسم، لكن المفروض خلاص احنا بدأنا البري سيزون بشكل كويس ونبتدي نكمل في الموسم يا كوناتي، وسيبك من الكلام ده لسه بدري عليه جدا جدا. في قدام في محمد صلاح طبعا اساسي وينج اليمين والاداء الجميل، وانقذ ليفربول بالباص الهايل اللي عمله على مره واحده وضرب بيه دفاعات نيوكاسل وحطها الصغير ريو بشكل جميل جدا، صاحب ال 16 عام، حاجه جميله جدا. لكن هم انقذوا ارن سلوت من وجهه نظري، لان فعلا نيوكاسل لو كان موجود ايساك في المباراه ديت كان قدر ان هو يحرز اكثر من 3 أهداف في الشوط الاول بالذات. كان في مشاكل كبيره جدا وهزه وربكه في دفاعات الفريق، مش كيركس لوحده، جونز ثنائيه خرابنبرغ وجونز ما كانتش هي الافضل. من ناحيه الجانرز عندهم مشكله كبيره جدا وهي عدم وجود ساكا. احنا عارفين ساكا كان معظم الموسم اللي فات ادي الكره لساكا، هو هيتصرف، هو هيعمل الفارق،
وبالفعل ساكا كان بيكون في الموعد وقد المسؤوليه، لكن اصابته تاني في نفس العضله الخلفيه بتدينا يعني ناقوس خطر. وانا اتكلمت على الموضوع ده كتير جدا جدا يا ارتيتا، مدرب الاحمال والحمل التدريبي مش مظبوط، اللعيبه بتصاب باصابات عضليه كتير جدا، كلام كتير جدا يتقال على الدقائق اللي بتلعبها لعيبه ارسنال، خاصه اللعيبه الاساسيه اللي زي ساكا. هيكون مادويكي يمكن فرصه كبيره ان هو يؤدي المباراه ديت بشكل اساسي زي ما اتفقنا. في كلام كتير ناحيه كيركس، وهي الناحيه اللي هيقابلها مادويكي، فممكن ان هو يقدر انه يستغلها، الا لو فكر يعني بشكل تاني ارتيتا ان هو يشرك ايزي من بدري بعد ما حصلوا على خدماته. الجانرز في منتهى السعاده، هو اللعيب نفسه في منتهى السعاده ان هو يلعب في صفوف الارسنال. هيكون موجود اوديجارد، وممكن يتداخلوا الاثنين سوا في مربعات واحده بيدوسوا فيها، ودي هي ممكن اللي تكون المشكله. يعني ايزي مش جناح صريح زي ما احنا عارفين، بيحب يجي من تحت رقم 10 بلاي ميكر، وده نفس المكان والادوار اللي بيعملها اوديجارد، وده ممكن عدم الانسجام بينهم وان هم ما لعبوش مع بعض قبل كده يعمل مشكله في نص ملعب ارسنال. لكن في نص ملعب الدفاع بتاع ارسنال معروف سوبيميندي ومعاه ديكلان رايس، الاداء بينهم هيتحسن مع الوقت، خاصه ان هو مثبتهم ورا ساليبا وماجالايش، ده اكيد. لكن الاختلاف هنا هيكون في تيمبر وبين وايت، والناحيه الثانيه في لويس سكيلي. هل لويس سكيلي يلعب على كالافيوري؟ كالافيوري في المباراة دي مهم جدا، أهم من لويس سكيلي، إلا لو فكر بطريقة تانية أرتيتا. يعني كالافيوري بيكمل على نص الملعب وبيقفل في الناحية الشمال بشكل كويس، وبدأ الموسم بشكل هايل، بيقدر إن هو يعمل الأدوار الدفاعية والهجومية، لكن الدفاعية هو أقوى بكتير جدا من لويس سكيلي، وما يديش فرصة طبعا لمحمد صلاح يلعب على صلاح ويكون هو الدور الرئيسي اللي يقدر يعمله. ناحية تيمبر وبين وايت نفس الكلام، انت عندك هتقابل خاكبو. يعني بالنسبه لتيمبر هو عارف طبعا زميله في المنتخب خاكبو، ولكن برضه بين وايت بيقدر ان هو يقدم مستويات دفاعيه ممتازه، خاصه ان هو بيقدر يعمل التغطيه العكسيه بشكل رائع، وطول القامه عنده، ويقدر يلعب سنتر باك بشكل ممتاز. لكن عامه هو الاقرب خاصه بعد التالق ومان اوف ذا ماتش هيكون تيمبر، هو الاقرب ان هو يكون موجود قدام جوي كريش. وجوي كريش قدر ان هو يحرز اهداف وعمل الاحتفال الجميل بتاعه اللي الناس بتحبه، وهيكون عنده فرصه كبيره قوي انه يهدف قدام ليفربول. دفاعات ليفربول مش احسن حاجه زي ما اتفقنا، وهيكون عنده فرصه انه يتحرك بين قلبين الدفاع، خاصه في هبوط مستوى ابراهيم كوناتي. يعني السرعه والقوه بتاعته يقدر ان هو يعمل اداء كويس. المباراه رايحه جايه بالنسبه للفرقتين، مين هيبتدي بتشكيل افضل هو ده اللي هيكون الفيصل. يعني لو ما قدرش الثغره اللي عند ارني سلوت انه يحلها، هيكون ارسنال مرشح بقوه، خاصه في وجود السرعات سواء عن طريق جابرييل مارتينيلي او مادويكي، اذا كان هما الاثنين اللي هيشاركوا. ايسي لو كان موجود هيكون اضافه كبيره جدا، لكن اهم حاجه بالنسبه لارتيتا ان هو ياخد باله من الحته بتاعه المربعات اللي بيدوس فيها، والادوار ما يكونش متشابهه لو كان هو وفي نفس الوقت اوديجارد موجودين في الملعب. على حساب مين؟ هنشوف مادويكي يقعد ويلعب ايسي، ولا جابرييل مارتينيلي، بحيث ان ايسي ما يبقاش على الطرف قوي ويضم لجوه. هنشوف الشكل اللي ناوي يعمله ارتيتا ايه، خاصه انه بيخاف، واحنا عارفين الكلام ده، ممكن يحب انه يدافع. ناحيه ارني سلوت حته صغيره كده، فيرتس لازم يفضل يلعب بشكل اساسي لحد ما ينسجم مع اللعيبه، وانت اما بتغير من تحت منه بقعده المثلث دي كل شويه لعيب شكل، هتبقى مشكله كبيره. يعني بالنسبه مره ماكاليستر، مره جونز، مره واتارو اندو، دي بتعمل مشكله. مره حتى سوبوسلاي كمان عملها، فطبعا دي بتعمل مشكله للراجل اللي بيبقى قدام الاثنين، ما بيبقاش تحركات ما فيهاش الهارموني الكافي. ايكيتيكي مازال يكمل زي ما هو ممتاز، وبيربط مع صلاح ومع خاكبو بنص الملعب، وساعات بيعتمد كتيره جدا على نفسه وبيقدر ان هو يحرز اهداف. فالمباراه هتكون شكلها كويس، لكن رايا هيكون ليه دور اكيد في بالنسبه لدفاعات ارسنال، هيكون ليه دور كبير جدا ان هو يمنع ويقود بشكل اللي بيعمله، بيلعب برجليه كويس وبيقدر ان هو يفرق، غير أليسون بيكر اللي عنده الحته دي ضعيفه شويه، لكن بيقدر يعمل
ثرو باس طويل بشكل كويس، وده اللي مش هيديله فرصه ارتيتا، مش هيدي الارن سلوت ان كور زي دي تتعمل. ارسنال هيحاول يقفل طول الوقت، عارف ان في سرعات منهم محمد صلاح وهو افضل لاعبي العالم خاصه في الحته دي، وفي الناحيه الثانيه برضو نفس الكلام، تواجد خاجبو وايكيتيكي ومن تحتهم فيرتس، فكل دي ادوات هجوميه مش هيسيب مساحه كافيه لارسنال. الكلام ده ارتيتا هياخد باله منه جدا جدا. بالنسبه للانتقالات ما زالت شغاله، وما زال في كلام كتير ممكن يحصل في الفرقتين. تقريبا كده ايساك خلاص هيمضي ليفربول، خاصه بعد اشتروا المهاجم فيلتميت من شتوتجارت، مهاجم طريقته مشابهه شويه للفراوده الصريحه، زيه زي ايساك، بيتحرك وبيقدر يعمل لينكات مع الوينجات بتاعته، طويل القامه وشويط، وبيقدر كمان يراوغ. هو طبعا اقل بكتير من امكانيات المكار البكار ايساك، لكن هو ب 90 مليون يورو اوريدي الصفقه تمت. هيكون كده فرصه كبيره جدا لايساك ان هو يمشي، الا لو حصل العند والكلاش ده استمر بين النادي، اداره النادي، وبين السويدي الكسندر ايساك. عامه انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم واكون افدتكم. دعموني طبعا زي ما انتم عارفين بالشير واللايك، واللي عنده راي يبعت لي زي ما بتجيلي الرسائل، وان شاء الله نرد على الكلام ده كله على صفحتنا في التيك توك. مستنيكم تاني معايا محمد القاضي، ملعوبة بودكاست. اشوفكم على خير، سلام.